اهلا بيكم، معاكم ميجو. اول حاجه التصميم. في عالم الايفون دايما يكون عندنا تصميم حلو وتصميم سيء. عندنا مثلا تصميم ايفون 5 اس كان شيك جدا، وجي من بعده ايفون 6 وكان برضه حلو، مرورا بقى للايفون 11 برو ماكس لحد الايفون 16 يعني تصميمات كويسه، ولكن في النهايه بدانا نحس بملل وتكرار ملوش اي داعي. انما هنا في الايفون 17 برو ماكس انا لسه لحد الان مش عارف الموبايل ده يتصنف ايه. وقت الاعلان الرسمي للموبايل كان التصميم سيء جدا بالنسبه لي، ولكن بعد فتره من استخدام ايفون 17 برو ماكس في شيء وحيد هو السيء في التصميم، وممكن يكون مع الوقت سيء جدا بالنسبه لي. بس كالعاده نبدا بالحلو. التصميم هنا بيجي من الالومنيوم لاول مره بعد سنين من استخدام التيتانيوم، وابل قالت ان عملته من الالومنيوم عشان يكون داعم لدرجه الحراره المنخفضه بتاعه الموبايل، لانها لما نقلت من التيتانيوم للالومنيوم عملت كمان ريديزاين كامل من الالومنيوم للايفون 17 برو ماكس. تغير كبير في شكل بار الكاميرات، واللي هقول لك بالمناسبه هو ليه مبهر قوي كده لما نيجي نتكلم على الكاميرات. تحت بقى بار الكاميرات هيكون في بطاريه كبيره جدا، اكبر بطاريه في تاريخ الايفون، وفوقها نظام تبريد جديد اسمه فيبر شامبر. كل اللي فات ده بقى حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. قبل لما عملت في الايفون 17 برو ماكس ريديزاين من الالومنيوم، عملت حاجه معاه اسمها يوني بادي الومنيوم، يعني جسم الموبايل كله بالكامل من الالومنيوم في قطعه واحده كله ماسك في بعض. ودي حاجه ساعدت ابل انها تحل مشكله من اكبر المشاكل اللي كانت بتواجهها من وجهه نظري كل الاجيال اللي فاتت، وهي ان الايفون 17 برو ماكس اخيرا بقى مريح في مسكه الايد. اخيرا ما بقاش في حواف حتى تبهدل لك ايدك، بالذات مع فئه البرو ماكس. ايفون بالحجم والوزن ده اكيد مع الوقت هيكون متعب للايد. كمان توزيع الوزن في الايفون 17 برو ماكس ممتاز جدا، على الرغم من ان النص اللي تحت في الايفون 17 برو ماكس فيه تفاصيل اقل بكتير من النص اللي فوق، لكن ابل عرفت توزع الوزن بتاع الموبايل بطريقه كويسه جدا في الايفون 17 برو ماكس، ومش هتحس ان الموبايل مع الوقت لو مسكته من تحت هيتقلب من ايدك من فوق. هنا بقى هتلاقي حاجه اسمها مليمتر ويف انتنا دي لل 5G، مش مدعومه عندنا هنا في مصر، دي للنسخه اللي بتنزل في الامارات اللي بتكون من غير بيت خط، انما احنا هنا في مصر بينزل البيت خط عادي. في الاجيال اللي فاتت من الايفون كان ظهر الموبايل كله بيكون من الازاز، وده كان بيساعد الايفون ان هو يستقبل شبكه عادي، انما بسبب الريديزاين الومنيوم فهنا واجهت ابل مشكله ان ازاي الايفون 17 برو ماكس هيستقبل شبكه. فابل عملت ريديزاين للانتنه بتاعت الشبكه بشكل كويس قوي، ووزعتها حوالين بار الكاميرات بشكل انت ما تلاحظوش. كمان هنلاقي الزرار الجديده بتاعت ابل، زرار اكشن بوتن والكاميرا كنترول. نروح بقى للجانب السيء بالنسبه لي في التصميم، وهي البقعه الازاز اللي في ظهر الموبايل. متفاهم ان ظهر الايفون 17 برو ماكس لازم يكون في جزء من الازاز عشان ده يخلي الاكسسوارز والماكسيف يربطوا مع الايفون، ولكن سيء ما حبيتوش، مش عارف اتعود عليه، ما عجبنيش وقت الاعلان بتاع الايفون وكمان لما مسكته في ايدي. نتكلم بقى دلوقتي عن الشاشه. انا بس حابب اقول لكم ان احنا اتنصب علينا يا رجاله، اتنصب علينا عين عينك كده بجد. بس نتكلم الاول عن المميزات. كالعاده الشاشه المبهره من ابل بالالوان المشبعه والتفاصيل الشارب الدقيقه مع الحواف الرفيعه جدا، كل دي تفاصيل بتخلي تجربه الاستخدام مع الشاشه دي حلوه قوي. كمان ضيف عليها ان سطوع الشاشه او البرايتنس بيوصل لحد 3000 نيتس في الايفون 17 برو ماكس. بس لو انت بيواجهك مشكله ان الضوء بتاع الموبايل بيقل في الشمس بره، احنا عندنا في الوطن العربي الموضوع ده هيفضل مستمر معاك، وده بسبب اشعه الشمس القويه اللي عندنا في الوطن العربي. في نظام تبريد فيبر شامبر وموبايل من الالومنيوم، يعني المفروض كل ده ما يخليش الموبايل درجه حرارته تعلى، ولكن الحاجات دي بتخلي لك الموبايل درجه حرارته لما تعلى تنزل بسهوله او تنزل بسرعه، مش ده ما يمنعش ان الموبايل درجه حرارته ما تعلاش نهائي. فكده كده سطوع الشاشه هينزل زي الاجيال اللي قبل كده، فمش هتلاحظ فرق في الحته دي. الحاجه بقى اللي اتضحك علينا فيها في الشاشه بتاعه الايفون 17 برو ماكس، وهي ابل لما جت تعلن عن الشاشه بتاعه الموبايل ده قالت ان الشاشه دي انتي ريفلكتيف، يعني مضاده للانعكاسات. يعني اي مصدر ضوء هيخبط في الشاشه بتاعه الايفون المفروض انه هيكون عليه بلور كده ومش هيبان ان هو شارب قوي زي التابلت اللي من هواوي اللي بستخدمه في الفيديوهات ده. ولكن لما حطيت الاثنين جنب بعض انا حاسس ان الايفون ما ضافش فيه حاجه. كل التفاصيل بتاعه الاضاءه اذا كنت اندور او اوت دور ظاهره في الشاشه بتاعه الايفون 17 برو ماكس. يا راجل ده الانعكاس بتاع وشي ظاهر في الموبايل وانا جسمي متحدد. حاولت اقنع نفسي ان الشاشه بتاعته انتي ريفلكتيف ويمكن في تفاصيل بسيطه. جبت الايفون 16 العادي حطيته جنب ال 17 برو ماكس وبرضه ما اكتشفتش فيه فرق. نفس الاضاءه اللي بتتعكس في الايفون 16 هي نفس الاضاءه اللي معكوسه في الايفون 17 برو ماكس. فالحقيقه ان فكره ان الشاشه تكون انتي ريفلكتيف في الايفون 17 برو ماكس انا مش حاسس انها موجوده، او يمكن هي ضعيفه جدا لدرجه ان انا مش حاسس انها موجوده اصلا. في حاجه بقى ممكن تكون مزعجه لبعض الناس، فكره التجربه بتاعه الصوت والمايك. تجربه الصوت في الايفون 17 برو ماكس ممتازه جدا، مفيش جدال عليها ولا فيها كلام تاني، هي ممتعه من امتع التجارب اللي ممكن تتفرج عليها على فيديوهات او مسلسلات او قصص دي كلها
كمان مع تصميم السماعه اللي فوق اللي مدفونه بين الشاشه والفريم، اللي مهما حاولت مش هتعرف تشوف السماعه اللي فوق دي فين، هيدوك تجربه دايناميك للصوت حلوه جدا. ولكن الشيء الغريب اللي ابل عملته في الايفون 17 برو ماكس ان هي نقلت مكان المايك والسماعه اللي تحت. يعني السماعه اللي جنب الشاحن كلنا متعودين عليها في مسكه الموبايل، السماعه ناحيه اليمين، دلوقتي السماعه بقت ناحيه الشمال والمايك هو اللي ناحيه اليمين. يعني انت لو بتستخدم الموبايل بالعرض هيضايقك تجربه السماعه ناحيه الشمال، وهتضطر ساعتها تعكس الموبايل خالص وتستخدمه بالعكس وتخلي النوتش على ايدك اليمين. لكن غير كده هتاخد تجربه من احسن التجارب لاي سمارت فون في العالم. نروح بقى لاحسن حاجه بحب اتكلم عنها وهي الكاميرات. تجربة استخدام الكاميرات بتاعت الايفون 17 برو ماكس ممتعة جدا بسبب الاضافات اللي ابل بتضيفها لك، زي نظام الفوتوغرافيك ستايلز ده، نظام من امتع التجارب اللي نقل تجربة التصوير بتاعت الايفون في حتة تانية فعلا. بيدي الصور اللي انت صورتها لكم مختلف جدا عن الطبيعة بس في نفس الوقت حلو قوي. ده غير فكرة ان انت ممكن تعمل التعديل على الالوان ده وانت بتصور كمان، يعني انت مش محتاج تصور وبعد كده ترجع بقى تعمل اديت للصور، لا تمام وانت شغال، مع الزوم الخرافي اللي تقدر تستخدمه للايفون 17 برو ماكس في الموبايل ده. طيب دلوقتي هنعمل تيست لزوم الكاميرات بتاع الايفون 17 برو ماكس، والشخص اللي بيصور هيروح المسافه دي كلها. وهو زوم بيقدر يوصلك ان انت تصور صور لحد 40 اكس، وده بيظهر لك الصوره على الموبايل فيها نويز كتير ومش حلوه، ولكن بعد ما بتصور وتدخل على الصوره بتلاقي الموبايل عمل معالجه كده للصوره وحسن لك تفاصيل كتير انت كنت شايفها وحشه وانت بتصور. كل ده حلو وتمام، بس انا مش كل يوم هقعد اعمل زوم واستخدم المدى البعيد قوي ده. ايه المختلف في الكاميرات دي يخليني احس ان في اختلاف عن الاجيال اللي فاتت؟ الحقيقه انا بحب دايما اهتم بالمستخدم الطبيعي عن المستخدم البرو، لان البرو هو عارف هو بيعمل ايه، انما المستخدم الطبيعي بيبقى لازم توضح له الصوره اكتر. فعملت تجربه بالكاميرا ال1 اكس في الايفون 16 العادي والايفون 17 برو ماكس، وخليت الاثنين حجم الصوره يكون 48 ميجا بكسل، وهي ان الصوره في الايفون 17 برو ماكس فيها تحسن بصراحه شويه عن الايفون 16 العادي. ده مش معناه ان صور الايفون 16 العادي وحشه، خلي بالك. وكمان جربت تصوير الفيديو بين التليفونين وكمان الايفون 15 برو ماكس. ده كده فيديو بالايفون 16 وده كده فيديو بالايفون 17، وده كده الريزوليوشن بتاع الايفون 15 برو ماكس والريزوليوشن برضه بتاع ال 17 برو ماكس. اكيد حصل تطوير في السكين تون وكمان الالوان بتاعه الفيديو. الايفون 17 برو ماكس فعلا حصل تطوير في الكاميرات السنه، ولكن هل الفرق بين الايفون 16 العادي والايفون 17 برو ماكس اللي فرق ما بينهم سعر كبير جدا يخليك تروح ل 17 برو ماكس؟ لا، ال 16 والله بيقدر يقدم لك كل التجارب حلوه جدا في ظروف الاضاءه الكويسه. اكيد الفرق في الكاميرات بتاعه الايفون 17 برو ماكس كخصائص هنا هو انك تقدر تعمل زوم لحد 40 اكس، وكمان تقدر تصور سلو موشن 4K 240 فريم. كمان نظام الدول كابتشر ده كمان نظام جديد في الايفون 17 برو ماكس، تقدر انك تصور من ورا وقدام في نفس الوقت. كمان تقدر تحرك جسم الكاميرا اللي قدام لاي مكان انت محتاجه في الفيديو وهو شغال. دي لقطه حلوه في ال 17 برو ماكس. كمان مع التصوير بصيغه الرو في الصور اللي انت بتاخدها، وفي الفيديوهات نظام التصوير البرو ريز والبرو ريز رو. كمان هتاخد في تصوير البورتريه بعد زياده، كاميرا بتوصل لحد 4x اللي بيخليك تاخد بورتريه في مسافه ابعد. ما اعتقدش ان حد بيستخدم الميزه دي، واعتقد ال2x بتبقى مناسبه جدا بالنسبه لاي شخص طبيعي. واكيد اللايدر سنسور اللي ورا في ظهر الايفون 17 برو ماكس اللي بيقدر يساعدك في تنظيم الفوكس بتاع الصوره اللي انت بتاخدها في الاضاءه المنخفضه. واكبر تطور حصل في الثلاث كاميرات اللي ورا بتاعت الايفون 17 برو ماكس، وهي الكاميرا ال4x بقى السنسور بتاعها بيصور 48 ميجا بكسل، وبقى في زوم كمان اتضاف 8x، ده بيعمل لك كروب من الصوره اللي متاخده من ال4x، ولكن الصوره بتطلع لك بحجم 12 ميجا بكسل. انما الجمدان بقى هنا في الكاميرا الاماميه بتاعت الايفون 17 برو ماكس، حصل عليها تطور كبير قوي السنه دي، بقت الكاميرا الاماميه بتصور بجوده 18 ميجا بكسل. تجربه من امتع التجارب اللي انا جربتها بصراحه في الايفون 17 برو ماكس، وهي انك بقيت تصور بالعرض كمان. دي حاجه هتساعدك جدا لو بتصور سيلفي مع حد وعايز تعمل معاه فيديو، او حتى تخليك تاخد كادرات مختلفه في التصوير وانت شايف نفسك في الشاشه. لو صورت سيلفي مش لازم تفتح دراعك على الاخر، العدسه الواسعه قادره انها تخليك تاخد فريم واسع بالكاميرا اللي قدام. يعني تجربه الكاميرات في الايفون 17 برو ماكس ممتعه، ممتعه، قويه، قويه طبعا، بس لو عرفت تعمل ابجريد من الايفون 14 برو ماكس او اقدم. لو انت تليفونك اصدار احدث من كده لا استنى شويه. الاداء
الاداء مع المعالج ال A19 برو الجديد اداء مستقر لحد كبير مع الاستخدام الطبيعي، بس حاولت اعمل تجربه بينه وبين الايفون 16 العادي مع شريحه ال A18 العاديه، اكتشفت ان مع الاستخدام الطبيعي مفيش اي فرق. بس خلينا واقعيين، الشخص اللي هيروح للايفون 17 برو ماكس ده ما تقوليش هو مستخدم عادي، ما تقوليش هو شخص بينزل صور على السوشيال ميديا. انت جايب البرو ماكس عشان تصور برو ريز، جايب البرو ماكس عشان تصنع محتوى، جايب البرو ماكس عشان يديك اداء سفاح في التطبيقات التقيله. لكن لو عايز موبايل اداؤه كويس جدا ويديك كل الامكانيات دي، برضو تقدر تروح للايفون 17 العادي، اللي انا شايفه من وجهه نظري هو افضل صفقه السنه دي قيمه مقابل سعر. قوه المعالج هنا مش هتظهر الا لو انت بتصور فيديو بقى 4K او لو انت بتعمل اديت على فيديوهات، لكن اداء طبيعي هيشتغل اداء طبيعي زيه زي الايفون 16 العادي. نظام التبريد بقى مع الاداء القوي في الايفون 17 برو ماكس في الشمس هيساعدك بصراحه. نظام التبريد الجديد اللي ابل ضافته في ان الموبايل ما يسخنش معاك بسهوله. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هو نظام تبريد مش بيمنع الموبايل ما يسخنش، هو بيأخر الموبايل ما يسخنش، ولكن لما الموبايل بيسخن بيقدر ان هو ينزل درجه حرارته بسهوله. بس في تفاصيل خارجه عن ارادتنا بقى هي اللي ممكن تخلي الموبايل يسخن في حالات بسيطه جدا، وده هيكون بسبب نظام iOS 26، النظام اللي مليان انيميشن وتفاصيل كتير مع الليكويد جلاس، اللي يجبرك لو انت عامل البرايتنس بتاع الموبايل على 3000 نيتس ان الموبايل مع الوقت واستخدام الكاميرا والقصص دي كلها ممكن يسخن. واحقاقا للحق بصراحه، الابلكيشنز اللي انت بتبقى سايبها شغاله في الخلفيه هي فعلا بتقعد في الخلفيه. انا في ابلكيشنز عدى عليها ايام مع الاستخدام ورجعت بعد كده لقيت نفسي واقف عند اخر نقطه انا كنت فاتحها في الابلكيشن من 3 ايام مثلا، وده بسبب الرامات القويه ال 12 جيجا اللي ابل ضافتها في الايفون 17 برو ماكس. البطاريه، سعة البطارية في الايفون 17 برو ماكس للنسخة اللي فيها اي سيم بتكون حوالي 5000 ملي امبير، انما بقى لو هتروح للنسخة اللي فيها خط هتكون حوالي 4800 ملي امبير، وده بسبب ان بيت الخط واخد من حجم البطارية شوية. عمليا بقى هو الموبايل هيقعد معاك ساعتين 3 زيادة عن الاستخدام الطبيعي بتاعك. كمان ميزة ادابتيف باور اللي ابل ضافتها في تحديث iOS 26 الجديد، وهي ميزة بتساعدك وبتساعد الجهاز ان هو يقدر يوفر لك مساحة من البطارية لاطول وقت ممكن في خلال يومك، ودي ميزة كنت اتكلمت عنها في الفيديو بتاع iOS 26 اللي انا عملته، وهتفرق معاك قوي في تجربة الاستخدام، فلازم تشوف الفيديو ده. سرعة الشحن بقى في الايفون 17 برو ماكس بتوصل لحد 40 واط، يعني موبايلك في خلال نص ساعة تقدر تشحنه 60%. في النهاية دي اسعار الايفون 17 برو ماكس هنا في مصر، ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك الموبايل ده معاه في ضرايب، وما تعتمدش على ابلكيشن تليفوني، عشان الابلكيشن ده احيانا بيطلع حاجات صح واحيانا غلط. كل الموبايلات اللي مش من وكلاء رسمية لابل هنا في مصر بيكون نازل عليها الضريبة. عايز تتفادى كل الحوارات والمشاكل دي زي ما انا ما بعمل وبريح دماغي، روح لموزع معتمد وادفع الفلوس وكبر دماغك من كل القصص دي كلها. في النهاية تجربة الايفون 17 برو ماكس هي تجربة ممتعة جدا للناس اللي هتيجي من قبل الايفون 14 برو ماكس،